المنخفض الجوي لقطع دانا سبب دمار كبير في الجنوب الإسباني، خسائر بشرية ومادية هائلة. مثلا إقليم فالنسيا سجل 445 ملم في 24 ساعة كرقم قياسي. كان عندي تخوف يوقع نفس الشيء في بلادنا وخصوصا أقاليمنا الشمالية، ولكن الحمد لله ربي لطف، والجبهة القوية والخطيرة لدانا انحرفت شمالا بضع كيلومترات نحو الجنوب الإسباني. وفي بلادنا كان غيث وفير ولكن ماشي لدرجة خطير. فمثلا إقليم ميدل سجل أكثر من 90 ملم. كذلك أقاليمنا الشمالية عرفت كميات غيث كبيرة، كما أنه نزلت خيرات الله ديال الثلوج في عدة مناطق جبلية بالأطلس الكبير والمتوسط، كيف ما كنا كنتوقعوا في النشرة الجوية السابقة. فالحمد لله على كل حال. ودانا مازال مستمرة والعطاء ديالها مازال نلمسوه في بلادنا اليوم الأربعاء وغدا الخميس قبل ما تلاشى وتموت. ونمشيو لتوقعات الغيث. ومع تحرك مركز العاصفة دانا غرب البرتغال، هادشي غادي يخلي الجدار الشرقي الصاعد ديالها يلامس الشمال الغربي ديال بلادنا، وبالتالي مازال محتمل تنزل كميات غيث مختلفة الشدة، وصعيب نحدد المناطق والوقت بالضبط فين تنزل، لأن هذا النوع من الحالات الجوية صعب جدا جدا التنبؤ بحركته وشدة العطاء ديالو. ولكن عموما المناطق المعنية بالغيث اليوم الأربعاء هي بين الوليدية وسيدي بنور والجديدة وأزمور، بين القيسار وسطات خريبكا وواتزم، وبين القارة وكازا والمحمدية وبن سليمان وتمارا، وبين رباط وسلا والماس الخميسات سيدي قاسم سيدي سليمان مشرع بالقصيري والعريش. وممكن غيث بكميات كبيرة بين حدكورت ووزان شفشاوان كاستيخو بليونش وطنجة. وممكن التأثيرات توصل حتى لمكناس وفاس عين توشطات وبير طمطم وتيسا والبسابسة. أما الخميس ومع استمرار دوران الجدران حول المركز والابتعاد غربا، ممكن يوقع التفاف لسحب محملة بالغيث وتلامس مرة أخرى المناطق الغربية الساحلية بين كازا وطنجة. وإلا كتب الله ممكن توغل السحب شوية لداخل وتوصل لمناطق بين سيدي سليمان وزان بريكشا وبني قرفط. ممكن كاع الخميس في العشية توصل حتى ما بين تطوان وكابونيغرو وكاستيخو والداليا والقصر الصغير وملوسة. أما بالنسبة لهبات الرياح ففي الغالب غادا تكون في الجدار الجنوبي لدانا اللي كيصعد شرقا، وهنا تكون هبات رياح متوسطة القوة لاحظوها بين صلاة الظهر والمغرب اليوم الأربعاء بين الصويرة وبن قرير مكناس تيفال قنيطرة طنجة. درجات الحرارة تبقى منخفضة وغتكون كتلعب بين 14 بالليل و23 وسط النهار في أغلب مناطق بلادنا، ما عدا المناطق الجبلية اللي عرفت تساقط الثلوج لدرجات الحرارة فيها ممكن توصل لناقص 4 بالليل. وطبعا كيبقى أقصى جنوب بلادنا كيشكل استثناء، خصوصا بين تيشلا أو السرد لدرجات الحرارة ممكن توصل 33 درجة. بالنسبة للبحر يبدا يرجع يطيح ويستقر ابتداء من الليلة ديال الأربعاء، وعلو الموج ينزل المتر واحد وأقل في جل سواحلنا الأطلسية. عموما الأجواء ترجع تستقر مساء الخميس مع ابتعاد دانا واندثارها وسط المحيط الأطلسي وعودة هيمنة مرتفعات الضغط الجوي على أجواء بلادنا، وبالتالي نهاية شهر أكتوبر حافل ومميز جدا، ونتمناو هذه السنة تستمر على نفس منوال شهر أكتوبر. كنبغي نشكركم بزاف على رسائلكم وتعاليقكم المحفزة، والله يقدرني أنني نبقى ديما مستمر معكم في رصد الظواهر الجوية اللي كتهم بلادنا. طبعا هذا والله أدرى وأعلم، وإلى جديد آخر أستودعكم الله.